فتيات ذهب النادي الأهلي بيحرزنا بطولة كاس مصر بعد أقل من أسبوع أو بالظبط أسبوع بعد بطولة الدوري. بنات الأهلي وسيدات الأهلي وأنسات الأهلي بيحرزوا بطولة كاس مصر في الكرة الطايرة بعد تغلبهم على نادي الشمس 3-0. الأهلي فاز على وادي دجلة 3-0 والزمالك اتهزم من الشمس 3-2. وكانت النهارده المباراة النهائية 3-0 النادي الأهلي. بنات الذهب بيثبتوا إنهم أبطال حقيقيين في الكرة الطايرة. يمشي منهم حد، يسيبهم حد، يمضي في نادي تاني، يروح نادي تاني، ما تفرقش مع بنات الكرة الطايرة في حاجة. مباراة كانت جميلة جدا بالرغم ان الاهلي كان متأخر في الشوط الاولاني ووصل النتيجة لخمسة، كانت 5-2. ده في الشوط التاني. الشوط التاني كان 5-2 والشوط الاولاني النتيجة فيه وصلت فرق 3 بونت لصالح نادي الشمس. ولكن بنات الاهلي وسيدات الاهلي وانسات الاهلي مع المدرب يوسف فخر الدين كوتش كبير بيقدروا يرجعوا بالنتيجة مرتين، مرة في الشوط الأول مرة في الشوط التاني، وبيفوزوا بالشوط وفي الآخر خالص بيتوجوا ببطولة كاس مصر. الأجمل في نظري في التتويج اللقطة اللي كانت فيها الكاس مع بعض متحدي الإعاقة ومتلازمة متلازمة داروين. بأمانة لفتة طيبة من النادي الأهلي اللي معودنا دايما على حاجات حلوة بتتعمل بيوصل بيها لمرتبة ومكانة وفي ليفل عالي تاني. وبجد بجد بجد شابوه لصاحب الفكرة وشابوه لكل واحد فرح الناس اللي قلبها طيب زي دي. ألف 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 مبروك. وبرضو دي تكملة العادية، يعني العيد لسه شغال النهاردة رابع يوم والعيد لسه شغال، ودي تكملة العادية بتاعت الايه الأهلوية. ألف مبروك للأهلي وجماهيره والبنات الأهلي، مبروك للكرة الطايرة، وعقبال إن شاء الله باقي الألعاب في باقي البطولات رجالة وستات. تصبحوا على ألف خير.